هنا يا جماعة لما نتكلم على رياض محرز، هنا يا جماعة لما نتكلم عن القائد الحقيقي وفخر العرب وممكن أهم لاعب حتى في الجيل الحالي من الأهلي. رياض محرز يا جماعة بمناسبة تحقيق الأهلي نخبتين على التوالي، دوري أبطال آسيا مرتين على التوالي، يقوم بإهداء لاعبين الأهلي ساعة رولكس خضراء، ساعة رولكس خضراء بلون النادي الأهلي، لونها أخضر ومن الخلف عليها شعار دوري أبطال آسيا للنخبة، هدية للاعبين. بصراحة هذه الشخصية ما تطلع إلا من قائد حقيقي. رياض محرز يا جماعه انا اشعر انه يحب الاهلي اكثر من اي نادي اخر لعب له في مسيرته. هو لاعب لانديه كبيره جدا في اوروبا مثل نادي مانشستر سيتي، ومدربه وقتها بيب جوارديولا، واعظم حقبه في مانشستر سيتي. مع ذلك ما كنا نشوف رياض محرز بالشكل هذا، لا من ناحيه السعاده، لا من ناحيه الفرح، لا من ناحيه الرياكشن اللي يطلع منه، لا من ناحيه الجوائز اللي قاعد يسلمها. مع ليستر سيتي نتذكر انه كان اهم لاعب في تاريخ ناديهم، هو اهم لاعب فعلا في تاريخ ناديهم، حقق معاهم الدوري المستحيل البريمير ليج. مع ذلك يا اخي الاشياء هذه ما تشوف الا في الاهلي. هو وجد نفسه قائد حقيقي في النادي الاهلي، الخبره الكبيره اللي اخذها في اوروبا حطها في النادي الاهلي. عشان كذا احنا قاعدين نشوف شخصيه عظيمه جدا موجوده في الجيل الحالي، في قادات عالم موجوده عندنا على راسهم رياض محرز. رياض محرز فعلا في بعض المباريات يمكن ما يقدم افضل مستوى ممكن، العمر يلعب دور، اللياقه احيانا تلعب دور، الامور النفسيه احيانا تلعب دور، لكن هو دائما حاضر كقائد. وهذا اهم شيء ترى، لما يكون عندك قائد عنده خبره بالفريق هذا يفرق كثير مع الجيل الموجود، خصوصا اللعيبه الصغار واللعيبه المحليين يحتاجون الى الخبره الكبيره اللي موجوده في لاعب عملاق مثل رياض محرز. بصراحه برافو يا رياض، برافو يا رياض، في كل موسم وفي كل مباراه وفي كل لحظه تكبر في عيني اكثر. انت مو مجرد لاعب بس، لا انت قائد حقيقي احتاجه الاهلي، وكنت قد هذه الثقه.